يلا بداية رحلة جديدة سيرا على الأقدام. الله يسعد صباحكم ومساءكم يا جماعة الخير، امتى بتشوفوني وبأي وقت. قلت لحالي أنزل أصور مقطع مدينة أرنديل مشي على الأقدام، أحسن من السيارة. ليش كله دايما بالسيارة؟ أحلى وبنشوف مناظر حلوة للمدينة. سامحوني على ارتجاج الكاميرا، بس طبعا لأنه على التليفون. المدينة وقت واحد بينزل على إجريه وبيصورها أحسن بكتير عن طريق السيارة. بتشوف جمال، بتشوف البيوت على طبيعته، لا من وراء إزاز سيارة. المهم يا جماعة الخير، قلت خليني أشارككم المشوة هي البسيطة اللي عم بمشيها أنا للمدينة. منتابع لتحت نشوف إن شاء الله. يا جماعة الخير، هذا البيت اللي وراي قديم كتير كتير، مو شوي. شكله حلو البيت، حتى يعني من زمان مو مجهز او مزبط او مقفضة او مهتم فيه. حتى دهان شكله مو مدهن من زمان كتير. يا جماعة الخير، هيك من بين الحارات ماشي على الأقدام. نشوف هون البيوت قريبة كتير كتير على السنتر المدينة. رح نروح وندخل بين الحارات، تابعوني. طبعا يا جماعة الخير، مدينة أرنديل مشهورة كمان في إلها بيوت كتير قديمة مصنوعة من الحجر، حجر طبيعي كتير قديمة هدول البيوت، لحتى يعني لدرجة إنه مهملة ما فيها كتير اهتمام بالنسبة بس لمدينة أرنديل. طبعا يا جماعة الخير، بقصدوا إنه مهملة ما في اهتمام بين السكن، يكون المباني الحجرية دائما فيها اهتمام. بيهتموا أكتر شيء بالبيوت الخشبية، بيهتموا فيها وبناء الحديث. بس بالمدن الكبيرة بيهتموا طبعا، وبيهتموا كتير فيها لأنه يعتبر تراث قديم، يعني مثل المباني المزخرفة وهيك. يعني طبعا قريبا رح أصور فيديو للعاصمة أوسلو. يعني شوفوا هذا البيت كتير مهمل، ما بعرف ليش الصراحة، بس قديم كتير أكيد. البيوت انبنت بالعام 1700 وعام 1800، ونجت من حرائق كتير كبيرة وتدمر السنتر كلياته. عمر البيوت حوالي 200 ل 300 سنة. طبعا إذا بتشوفوا هون في هذا الحجر المصفوف القديم، كمان بطلع عمره فوق 200 ل 300 سنة، مستحيل يكون جديد. حنروح لهنيك نشوف الأطلالة. الصراحة الأطلالة حلوة، مش لابد. ما بعرف شو قصة الأجواء عنا، بتحس لسه خريف، نحن المفروض بداية الربيع أو ممكن كمان شوي للربيع. هيك طريق بيودينا للمركز المدينة، بس أنا بدي أروح من طريق تاني حلو شوي، رح أصور لكم إياه هون. صراحة أنا جيت من هون وفي طريق هيك بيودي على سنتر المدينة، بس ما بدي أروح منه، بدي أروح من هذا طريق كتير حلو صاير، خلينا نسميه بين البيوت، والبيوت بحكم إنه مبنية على جبل. النزلة كتير قاسية بس حلوة. هي بالشتاء الله يعين اللي ساكن هون. جيتها مرة أو مرتين كمان هي المنطقة، بس من زمان كتير. كان الدنيا شتاء وسقيع تلج، كانت هاي النزلة كتير صعبة. طبعا هون في بيوت مع إطلالة هاي الكنيسة. في طرقات حلوة بتودي على بيوت، بتودي على مناظر. شوفوا ما شاء الله. هون البيوت او مركز المدينة يعني الحديث، خلينا نسميه شوي، يعني البيوت يعني شوي حديثة، مو قديمة كتير على ما اعتقد. حنقرب شوي ونصور بعدين نكمل وننزل من هالنزلة. شوف لوين بده ياخذنا. طريق هيك صاير من هون، في درج ننزل لمركز المدينة. رح نروح لهنيك، بس قبل كل شي بدي اروح من هذا الطريق اشوف لوين بده يوديني.
لأنه يمكن أنا هاد ما زرته، لأنه أنا بنزل وبطلع من الدرج بس ما بكمل من هون. خلي بس نشوف الشارع. هاي أول حارة مو شارع لأنه أكيد ممنوع السيارات. نشوف البيوت اللي بقلب الحارة. نكتشف مع بعض. وهيك بيكون خلصت رحلتنا لليوم. تذكروا كوكبنا كبير ورحلتنا لسه بأولها. كان معكم أحمد سندباد البلاد. بنشوفكم برحلة جديدة. استنوا لا تغادروا، لسه الرحلة ما خلصت، بس رح ننزلها على أجزاء مشان ما تملوا مني. تابعوني، حطوا لي لايك واشتراك وشاركوا المقطع مع الأصدقاء. بحبكم.